ازيكم يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هنعمل سلطه الزبادي بطريقه حلوه قوي قوي قوي، والطريقه الصح. تعالوا معايا. طبعا الكميه اللي انت عايزاها، انا هعمل علبتين زبادي عليهم خيارتين وعليهم فصين توم. طبعا انت لو عايزه اقل هتقسمي الكميه دي. هبشر الخيار كده، هي طريقه سهله قوي بس دي الطريقه الصح، وطعمها حلو قوي وريحتها جميله جدا، وتاكليها جنب اي حاجه، مشاوي، جنب محشي، جنب اي حاجه. انا دلوقتي خلاص بشرت الخيار، هبتدي اصفيه من الميه. عشان سلطه الزبادي لو قعدت عندك يومين وانت مصفيه كده الحاجه مش هتبوظ ولا تعمل ميه ولا اي حاجه، زي ما انتوا شايفين كده. وبرضو علبه الزبادي هصفي الميه بتاعتها خالص، لازم كل حاجه ما يبقاش فيها ميه، هتعيش معاك ان شاء الله حتى اسبوع، ممكن تحطيها كمان في الفريزر. واقلب كله مع بعض كده، واحط فصين توم بس، مش اكتر من كده على علبتين الزبادي. وده النعناع اللي كنا مفرزينه مع بعض، طلعت منه كده، هقطعه حتت صغيره. هي عباره عن نعناع وخيار وزبادي وتوم وملح، مش اكتر من كده. وهنزل كده بالنعناع اللي انا قطعته حتت صغيره، وهنزل بفصين التوم واقلبهم كلهم مع بعض. وادي رشه الملح، يعني ربع معلقه صغيره ملح، انتوا عارفين ان الزبادي بيبقى حادق شويه. بس هو اقلبهم المكونات كلها مع بعض زي ما انتوا شايفين كده، ما فيهاش ميه خالص، وهتفضل معاكي حتى لو عامله كتير وعايزه تحطي في الفريزر في علبه حطيها، مش هجرى لها حاجه، تقعد معاكي كده من غير ما تنزل ميتها ولا اي حاجه. وبالهنا والشفا.